السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة اليوم بتاريخ الأربعاء 13/5/2026. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. أودين تستهدف زيادة حجم صندوقها العقاري وتدير صفقات للترويج ب500 مليون جنيه. أودين. طيب نشوف أودين تفاصيل الخبر بسرعة كده. أشارت في تصريحات خاصة لمعلومات مباشر أن الشركة تجري مناقشات مع مطورين عقاريين وعدد من التطبيقات العاملة بالسوق لتنفيذ هذا النموذج رغم استمرار دراسة بعض الجوانب الضريبية والتنظيمية المرتبطة به. وأوضح السيد أن الشركة أسست أول صندوق استثمار عقاري في مصر عام 2016 تحت اسم صندوق المصريين للاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تحركات إيجابية خاصة بعد التعديلات التنظيمية التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وربط بعض آليات التمويل الجماعي بالصندوق الاستثماري. أضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة دفع العديد من المطورين العقاريين البحث عن بدائل تمويلية خارج القروض التقليدية، مع عزز فرص التعاون مع صندوق الاستثمار العقاري خلال الفترة الحالية. تمام. بورصة مصر بمنتصف ضغوط الثلاثين تزداد والسبعين فوق 15,000 نقطة. سهم زهراء المعادي يتحرك بإيجابية قرب مناطق مقاومة مؤثرة. سهم أسمنت سينا يحافظ على الاتجاه الإيجابي واستمرار فرص الصعود. رواد السياحة تتحول للربحية خلال 2025. قطاع السياحة أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت أرباح بلغت 45 مليون جنيه خلال 2025 مقابل خسائر بقيمة 13 مليون جنيه خلال 2024 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي نحو 213 مليون جنيه مقابل 114 مليون جنيه في العام السابق له. قطاع السياحة بيتحول للربحية. أرباح القناة للتوكيلات الملاحية ترتفع 21% خلال 9 أشهر. قناة للتوكيلات الملاحية. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها سجلت صافي ربح $1.15 منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2026 مقابل أرباح بلغت 945 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال 9 أشهر إلى 123 مليون جنيه مقابل 93 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. تمام. يبقى قناة التوكيلات الملاحية. اعتذار بكير عن إعداد القيمة العادلة لتخرج الإسكندرية الحاويات من موانئ مصر. بكير. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 11 مايو 2026 كان قد تضمن تكاليف المكتب المذكور بإعداد الدراسة لبيع الحصة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري. أكدت الشركة أنها تجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيين مستشار مالي مستقل آخر لإعداد دراسة القيمة العادلة على أن يتم موافاة البورصة بأي مستجدات في حينها. تمام. البورصة تقر كيد أسهم زيادة رأس مال مستشفى النزهة الدولي. قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأس مال المصدر ومدفوع لشركة مستشفى النزهة الدولي من 242 مليون جنيه مصري إلى 300 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 58 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 58 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 1 جنيه للسهم. تمام. تباين مؤشرات بورصة مصر في المستهل و EGX يواصل الصعود. EGX 70.
أرباح طلعت مصطفى ترتفع 24% خلال 3 أشهر. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت أرباحا بلغت 4,000,000,48 خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح بلغت 4,000,000 جنيه في الفترة الماضية. يا فرق شاسع، من 4 مليار ل4 مليون جنيه في الفترة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 225 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 216 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2025. ماشي. أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية. النساجون الشرقيون تنفي تقليص أعمالها في أمريكا وتؤكد الإنتاج يتم حصريا في مصر. نفت شركة النساجون الشرقيون للسجاد وجود أي نية لتقليص أعمالها في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الشركة في بيان موجه لبورصة مصر أنها تعمل دائما على زيادة مبيعاتها في السوق الأمريكية باعتبارها أكبر سوق للسجاد في العالم. وأوضحت الشركة أن كافة مبيعاتها في الولايات المتحدة يتم إنتاجها حصريا من خلال مصانعها في مصر منذ عام 2024. ورجعت الشركة ذلك إلى ما تتمتع به مصر من تكلفة تشغيلية تنافسية مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الأيدي العاملة المصرية أرخص من هناك 1,000,000%. أرباح النعيم العقارية تقفز 67.5% خلال الربع الأول من 2026. قطاع العقارات بيحقق أرباح جامدة. طيب، أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت أرباحا بلغت 14 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح بلغت 8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025. تمام. أرباح إي فاينانس تقفز 39%، تسجل 886 مليون جنيه في الربع الأول. أرباح السويدي إلكتريك تتجاوز 5 مليار خلال الربع الأول. شوف تفاصيله بسرعة كده. أوضحت الشركة في بيان مصر أنها حققت أرباحا بلغت 5 مليار من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. طبعا شركة قوية جدا السويدي دي، السويدي إلكتريك، شركة قوية جدا، بسم الله ما شاء الله. أرباح أوراسكوم للتنمية تتراجع إلى 1,484,000,000 خلال الربع الأول من 2026. لا، نشوف التفاصيل بتاعة الخبر ده بسرعة كده. كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الربع الأول من العام الجاري تراجع أرباح الشركة بنسبة 7% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت أرباحا بلغت 1,484,000,000 خلال فترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح بلغت 1,000,000,98% في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 6 مليار 45، مقابل إيرادات في الربع المقارن من 2025. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 1 مليار 13 خلال ال3 أشهر الأولى. تمام. أرباح التوفير للتأجير التمويلي تستقر عند 1.6 خلال الربع الأول خلال الربع الأول. أرباح مجموعة طلعت مصطفى ترتفع 24% في الربع الأول، تسجل 5 مليار 5. أسعار وثائق. طيب احنا كده يا جماعة
غطينا معظم أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.